يا صباح الفل. يعني ايه هتلاقيك مصحيني من النوم الصبح وتيجي تقول لي انا حالتي الماديه زفت، انا عايز شغل، انا عندك وانت ما نزلت الشغل ومناسب ليا؟ اجي اقول لك انت بقالك قد ايه عندي في الجروب؟ بتقول لي امبارح. ايوه، يعني انت مفكر انك هتخش عندي هتلاقي السما بتمطر عليك شغل زي ما انت عايز بقى، سواء كاشير ولا مصنع ولا اي حاجه؟ فيا جدعان يا جدعان بجد الموضوع مستفز، حرام يعني بجد، حرام حرام اللي بيحصل ده. هتلاقي ناس تخش تقول لي ايه، انا البطاقه بتاعتي ما معيش فلوس ان اعملها وسالف ومعامل وعليا ديون ومش لاقي شغل. انت عندي في الجروب بقالك قد ايه؟ من يوم ما كلمتك اجي اخش بقالك 10 12 يوم. ايوه انا نزلت شغل مناسب ليك كتير فشخ. اصل بيطلبوا مني البطاقه وانا عايز اجدد البطاقه ومعيش فلوس اجددها، مستني مني اجي اخدك من ايدك اوديك تعمل البطاقه بتاعتك، ولا انت مستني مني ان اجي اخدك من ايدك واوديك لصاحب الشغل واقول له ده تبعي واضمنه؟ اصل انا ما بحبش جو الوساطات عموما. يعني حتى اللي بيخش لي في الجروب يقول لي مثلا، تلاقيه باعت لي يقول لي ايه، انا جاي لك من طرف فلان. ما فيش عندي انا الجو ده، جو الوساطات والمحسوبيه والحاجات المقرفه دي مش عندي انا. فهم كلمتين حبيت افضفض فيهم معاكم، وهو اكيد طبعا شاف الفيديو وزمانه دخل بعت لي على الخاص دلوقتي. يلا. فطبعا فما كان علي غير اني انصحه كالعاده زي ما بحب انصح الناس. قلت له انت عندك سوء اداره وقت وعندك سوء اداره مال، لو قدرت تتعلم دول وفيديوهات اليوتيوب كتير هتقدر تكون احسن من كده بكتير. فالله المستعان، وربنا يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وانا برضو ربنا يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم امين يا رب. اتشرفت بمعرفتكم يا جماعه، صباحكم جميل، باي.